أهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. أنا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر وشوبيفاي اكسبرت. هنتكلم النهاردة عن ازاي تقدر تختار ما بين شوبيفاي ووردبريس على حسب البيزنس بتاعك، مش على حسب احنا بنحب ايه او ما بنحبش ايه، على حسب البيزنس بتاعك وهل المنصة دي هتخدمه ولا لأ. ويلا بينا. دايما الناس بتفضل تسأل هنختار شوبيفاي ولا ووردبريس ولا شوبيفاي. احنا مش بنختار على حسب المنصة او بنختار على حسب المنصة، ولكن على حسب البيزنس بتاعنا. يعني البيزنس بتاعي هو اللي بيحكم انا هختار شوبيفاي ولا ووردبريس. يعني مثلا عندنا مثال، آم، لو انا مثلا عندي شركة بقدم سيرفيس زي عندي شركة ديجيتال ماركتينج، والسيرفيس بتاعتي او الخدمات بتاعتي زي ايه، زي مثلا الكونتنت، زي ان انا بقدم ناس تقدر ان هي تعمل لك فيديوهات، زي مثلا ان انا عندي اقدر اقدم لك خدمة انشاء المواقع، اقدر اقدم لك آه، يعني كل شيء، كل ما يتعلق بالتسويق والديجيتال ماركتينج، كل ما يتعلق بيه انا اقدر اقدمه لك. اوكي، طيب هنا الكيس بتاعتي تنفع ان انا اعملها على موقع شوبيفاي او متجر شوبيفاي؟ بالتأكيد لا. فانا الكيس بتاعتي هي اللي بتحكم انا هختار شوبيفاي ولا هختار ووردبريس. اوكي، في الكيس دي احنا بالتأكيد هنختار ووردبريس. ليه؟ انت محتاج موقع على ووردبريس وتقدم فيه السيرفيس بتاعتك. اوكي، فهيكون موقع بيظهر الهوية بتاعتك او البراند بتاعك، وفي نفس الوقت بيقدم السيرفيس بتاعتك، واحنا كل ده على موقع ووردبريس. اوكي، مش على متجر شوبيفاي. طيب لو الكيس بتاعتي ان انا بقدم برودكت مادية، يعني مثلا براند ملابس، براند اكسسوارز، براند كوزماتيك، اي حاجة من الحاجات دي. لو انا عامة براند وهدفي الاساسي اللي هو البيع، ان انا ببيع فعليا، ببيع منتجات برودكت فعلية، فهنا الكيس بتاعتي تنفع ان انا اعملها على ووردبريس وتنفع ان انا اعملها على شوبيفاي. اوكي، هنا في الحالتين دول تنفع. طيب ايه الهدف من المقارنة اللي احنا هنعملها دي؟ مش الهدف ان احنا نقول انهي منصة افضل من التانية، لان المنصتين كويسين جدا. اوكي، المنصتين كل حاجة تنفع لكيس او شيء مختلف عن التاني. اوكي، فهم هنا مش بيتعارضوا مع بعض او مش مختلفين عن بعض. اوكي، لكن كل واحد بيختار على حسب الكيس بتاعته. اوكي، فاحنا هنا في المقارنة دي هنوضح إيه النظام ده، نظام ووردبريس وشوبيفاي بيقدم ايه فعليا، ازاي كل منصة من دول هتقدر ان هي تأثر على البيزنس بتاعك، خصوصا لو اخترت غلط. اوكي، ايه الافضل بناء على طبيعة مشروعك زي ما قلنا، او بناء على البراند بتاعك. طيب ايه طبيعة كل منصة عشان نفهم ايه ووردبريس في الاصل وايه شوبيفاي؟ ووردبريس هو نظام مفتوح المصدر، يعني نقدر نعمل بيه اي فكرة موقع تيجي على دماغنا، وهو قابل للتوسيع جدا، يعني نقدر ان احنا نفضل نتوسع فيه. اوكي، فوردبريس يقبل ده. طيب ووردبريس نقدر نعمل بيه اي نوع موقع. انا عندي موقع كورسات، اقدر اعمل عليه موقع كورسات، اقدر اعمل عليه موقع لاكاديمية معينة، اقدر اعمل عليه مدونة، اقدر اعمل عليه متجر، اقدر اقدم عليه خدماتي، اقدر اعمل عليه بورتفوليو، اقدر اعمل عليه كل شيء حرفيا نوعا ما نقدر ان احنا نعمله على ووردبريس. ولكن اللي بيوقفنا هنا هتقولوا لي طيب ليه مادام كل الكيس تنفع ان احنا نعملها على ووردبريس، طيب ليه بقى مش ليه بنحط شوبيفاي في الموضوع؟ ليه ما كلنا نختار مثلا من الكيس بتاعت ووردبريس؟ بالتأكيد لا، اكيد لا. آم، انا مع جدا ان لو حد هدفه الاساسي ان هو يبيع برودكت فعلية، فبالتأكيد هيختار شوبيفاي.
بالتأكيد هيختار شوبيفاي. ليه؟ لأن شوبيفاي منصة تقيلة جدا جدا في حتة البيع والمخزون والكاستمرز وكل، هي أصلا المنصة دي معمولة عشان كده، معمولة هي منصة بيع كامل حرفيا. فبالتأكيد لأ، ووردبريس مش هيغني عن شوبيفاي لو احنا بنبيع، يعني لو احنا بنبيع فعلي. اوكي، مش مجرد ان احنا عندنا سيرفيس مثلا بنقدمها فنروح نقول هنعمل موقع شوبيفاي، لا، لو احنا عندنا منتجات هنروح نختار موقع شوبيفاي. وطبعا كل واحد على حسب الكيس بتاعته. اوكي، يعني مش كل الكيس برضو تنفع كده ومش كل الكيس تنفع كده. طيب ممكن يعني سريعا كده ممكن نختار بناء على ايه. لو انا عندي عدد منتجات كبير، لو انا ببيع فعليا، يعني مش عندي براند بس خسران او بيخسر او كده، لا انا ببيع وبنجح وناجح في البراند بتاعي وكده، شوبيفاي حرفيا هينقلك لحتة تانية خالص. يعني شوبيفاي هينقلك نقلة كبيرة لفوق كده. اوكي، لو انا هدفي ان انا مصرفش كتير او مصرفش عامة على الموقع بتاعي، وعندي برضو برودكت بس يعني كام برودكت كده قليلين او حاجة، ممكن ووردبريس اوكي يشيل معاك الدنيا، او تستخدم ووردبريس في حالة ايه، في حالة ان انت مش عايز تدفع، في حالة ان انت مش عايز تدفع لشوبيفاي، فانت هتختار ووردبريس. طيب ليه ادفع لشوبيفاي وليه ووردبريس مش هدفع له؟ ليه؟ لان شوبيفاي مش غالي زي ما الناس بتقول، مش غالي، ولكن هو فعلا فعلا بيقدم لك فيتشرز وحاجات. لو انت بتبيع برودكت فعلي انت مش هتحتاج اصلا اي داتا غير اللي انت غير اللي هتكون موجودة عندك على الموقع فعليا. فشوبيفاي بتدفع له فلوس اوكي شهري، ولكن هو حرفيا يعني هو هيكون منصة ده كاملة متكاملة، انت مش محتاج غيرها. اوكي، على العكس ووردبريس كويس، نقدر ان احنا نعمل عليه متجر من خلال ووكوميرس مثلا، ولكن شوبيفاي المنصة كاملة عندها الجاهزية ومعمولة أصلا، المنصة بالكامل معمولة ليه وهدفها ايه؟ هدفها البيع، هدفها ان هي تبيع، هدفها ان حضرتك تعرض البرودكت بتاعك والكلاينت يدخل يشتري منك. المنصة كلها معمولة على كده. فتخيل لما المنصة كاملة تكون معمولة على كده، شوف انت جوه شوبيفاي هتاخد ايه فيتشر مش هيخليك تحس ان شوبيفاي غالي، لان هو مش غالي فعليا على الحاجات اللي هو بيقدمها. اوكي، ولكن ووردبريس لما تيجي تعمل المتجر بتاعك، ووردبريس اوكي عنده الجاهزية، قلنا ان هو يعمل اي موقع، ولكن مش هيكون بالتوسع بتاع شوبيفاي لو انت عندك ايه، لو انت هدفك الاساسي ان انت تبيع. اوكي، في نفس الوقت ووردبريس مش هتدفع له فلوس، ولكن كده كده انت هتدفع تمن الهوست والاستضافة، الهوست والدومين، سوري الهوست والدومين هتدفعهم سنويا زي ما احنا عارفين. اوكي، طيب احنا لسه مش عارفين، لسه ما قلناش شوبيفاي قلنا ان هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة. يعني ايه؟ يعني هو معمول هدفه البيع، هدفه التجارة الإلكترونية، على عكس ووردبريس معمول اصلا في الاول على اساس ان هو يبقى مدونة. اوكي، ولكن بعد كده فيما بعد توسع الى ان دلوقتي بنعمل عليه كل حاجة. اوكي، فالهدف بتاع ده اللي معمول عشانه غير الهدف بتاع ده تماما. اوكي، طيب قلنا ان هو معمول للبيع بشكل كامل، وقلنا ان هو نظام جاهز ومبني للمتاجر والمنتجات. اوكي، طيب في نقطة التحكم والسيطرة، اللي هو أنا التحكم بتاع موقع ووردبريس وشوبيفاي، أقدر أتحكم في ده قد إيه وأقدر أتحكم في ده قد إيه. عندنا ووردبريس نقدر زي ما قلنا إن إحنا عندنا حرية كاملة في شكل الصفحات وتجربة المستخدم وكل حاجة، نقدر إن إحنا
نعمل تصاميم يعني مفتوحة عشان هو مفتوح المصدر، فنوعا ما مش مرتبطين بحاجة قوي او مفيش حاجة هتقفل علينا حتة التوسع بتاعنا، فاحنا نقدر نتوسع في موقع ووردبريس عادي جدا. اوكي طيب شوبيفاي بقى. شوبيفاي قلنا ان هو معمول للبيع، هو هدفه كده، وهو منظم جدا من جوه وواضح للنقطة دي للناس اللي هتبيع. اوكي التخصيص موجود ان احنا نقدر نخصص موقع شوبيفاي وكل حاجة، لكن احنا محدودين بقى بفيتشر معينة المنصة بتديها لنا. اوكي يعني مثلا في كيس معروفة جدا في موضوع شوبيفاي ووردبريس نفس الكلام، ان احنا ما نقدرش نعدل على التشيك اوت بتاعة شوبيفاي. اوكي وعشان نعدل عليها لازم نختار اعلى خطة في شوبيفاي، اللي اصلا يعني غالبا ما فيش حد في مصر بيختارها عشان الدولار عندنا وكده. اوكي فمش بنختار اللي هي اعلى خطة في شوبيفاي، فبالتالي احنا صعب ان احنا نعدل على التشيك اوت بتاعتنا. على عكس ووردبريس كده احنا وقعنا في نقطة ايه، زي ما احنا بنتكلم في نقطة تخصيص، في نقطة التوسع customization. مش احنا كده واقفين في نقطة معينة في شوبيفاي مش قادرين نعدلها للأسف، ولكن في ووردبريس لا، احنا في ووردبريس نقدر ان احنا نعدل على التشيك اوت. اوكي فمش مقفولة الحتة دي، وهكذا نوعا ما الأمثلة بتكون شبه كده. يعني الحاجات اللي هتلاقيها مقفولة في شوبيفاي مش هتلاقيها حاجات كتير قوي، انت حرفيا بتاخد كل حاجة تخليك تنطلق في المشروع بتاعك. هتلاقي حاجات بسيطة جدا جدا انت مش قادر تتوسع فيها، وبتكون كيس او حالات قليلة قوي. اوكي طيب قلنا في التكلفة ووردبريس يعتبر مجاني، يعني للمنصة ذات نفسها، المنصة نفسها مجانية، مش هتدفع عليها حاجة، ولكن هتحتاج هوست وهتحتاج دومين، وممكن تحتاج بلوجنز مدفوعة زي مثلا بلوجنز الترجمة وبلوجنز تانية كتير في حالات معينة يعني بنحتاج ان احنا نشتريها. اوكي ولكن مش الطبيعي. ماشي في شوبيفاي بقى قلنا ان احنا عندنا اشتراك شهري ثابت. طيب ما فيش هوست لشوبيفاي؟ لا، الهوست من شوبيفاي ذات نفسها، يعني مش بنروح نشتري هوست من بره، لا شوبيفاي هوست هي الهوست. اوكي بنحتاج ان احنا نشتري ابس زي البلوجن كده في ووردبريس عشان نعمل بيها فيتشر معينة في شوبيفاي. اوكي لان اغلب الابس بتاعت شوبيفاي مدفوعة، ولو فكرت تعمل اي حاجة هتضطر ان انت برضو تشتريها. ليه هو هنا بيحاسبك كده او بيحاسبك ان انت كل ما تيجي تعمل حاجة هتضطر ان انت تشتريها؟ عشان هو بيحاسبك ان انت منصة بيع كاملة، داخلك اوردرات كل يوم، داخلك مبيعات يوميا، فانت الحاجات دي بالنسبة له مش هتحس بيها، مش هتفرق معاها. عشان كده بقول الناس اللي عندها براندات بتبيع بالفعل او براندات او براند عندها منتجات كتير او الحاجات دي، فما تتأخرش على ان انت تعمل موقع شوبيفاي، لان هو حرفيا هينقلك نقلة تانية. ماشي السكيلابيليتي او التوسع، قلنا ان ووردبريس قابل ان احنا نتوسع لأي شكل مشروع. اوكي نقدر ان احنا نضيف عليه كل انواع الخدمات والموديلات. اوكي نقدر ان احنا نعمل عليه اي حاجة بشكل متوسع. شوبيفاي قلنا ان هو هدفه ان احنا نبيع فقط، فهو بيكبر في المبيعات وعدد الطلبات. اوكي ومناسب قلنا لو البيزنس مركز بيع فقط. اوكي انا دلوقتي اونر وعندي براند بيبيع، انا ده هدفي. اوكي انا مثلا مش صاحب شركة فهروح اعمل موقع الشركة بتاعتي على شوبيفاي، بالتأكيد لا. ماشي طيب نختار المنصة بقى ازاي حسب نوع البيزنس. لو فرضنا ان لسه كل الكلام اللي فات ده محدش فهم منه نوعا ما حاجة، ووردبريس اقدر اعمل عليه ايه؟ اوكي
انا دلوقتي قاعد قدامي بختار. لو انا هعمل مدونة هختار ووردبريس. لو انا عندي مشروع محتوى وعايز متجر الاتنين مع بعض، برضو هختار ووردبريس. اوكي. لو انا عندي شركة خدمات زي ما قلنا وعايزين موقع بيعرف الهوية بتاعتها وعندنا منتجات للبيع، برضو نختار ووردبريس. اوكي. لو انا موقع اكاديمية او كورسات، او مثلا انا عندي موقع بيقدم كورسات، انا مثلا اللي بطلع اشرح الكورس او برضو ووردبريس ينفع. لو هو مشروع عنده خطة تطوير مستقبلي، يعني ايه؟ يعني انا النهاردة بعمل حاجة معينة في ووردبريس، بعمل موقع بيزك مثلا. اوكي. وعندي فكرة او عندي ان انا مثلا بعد سنة او بعد سنتين هعلي المشروع بتاعي ده ازاي. انا مثلا دلوقتي عندي موقع للكورسات، ولكن انا بستخدمه بعمل عليه لاندات بيج مثلا، ان اشغل عليها اعلانات، وبستخدمه في ان هو يكون بيعرف الاكاديميه بتاعت الكورسات بتاعتي، وبستخدمه في ان الناس تحجز الكورسات معايا. اوكي. ولكن مش يعني الكورسات ذات نفسها انا بعملها بره موقعي. اوكي. لكن انا الموقع بتاعي ده هو الواجهه بتاعتي، وهو الواجهه بتاعت الحجز، وهو كل حاجه، وهو اللي بيعرف الكورسات وبيقول ده كورس ايه وده كورس ايه وده كورس ايه. فانا عندي فكره مستقبليه ان انا بعد سنه مثلا او ايا كان المده اللي انا محددها هوسع الموضوع ده عشان اخلي الكورسات ذات نفسها بداخل الموقع بتاعي. اوكي. فووردبريس برضو عنده القابليه دي. ماشي. نختار ووردبريس كمان لو احنا عايزين حرية في التخصيص فيه. يعني الكيسز دي بتبقى قليلة قوي، ولكن في ناس بتبقى عايزة حرية في التخصيص، يعني عايزين كل حاجة حرية فيها. مش عايزين منصة تقول لهم لا انتوا الاوبشن الفلاني مش هتعملوه، او الاوبشن الفلاني مش مسموح ان هو يتعمل. اوكي. فانت برضو في الحالة دي ممكن تختار ووردبريس. اوكي. طيب نختار شوبيفاي امتى؟ نختار شوبيفاي لو احنا عندنا منتجات، فعايزين نعمل ايه؟ متجر للمنتجات بتاعتنا. عشان ايه؟ عشان نبيعها. اوكي. عندنا براند بيع مباشر، براند بيبيع بشكل مباشر. اوكي. عندنا مشاريع عايزة نظام جاهز لترتيب الطلبات والمخزون. يعني ايه؟ يعني انا عندي عايز المنصة دي تكون منصة بيع كاملة، عايز ادير من عليها المخزون، ادير من عليها الاوردر، اتواصل مع الكاستمرز او العملاء. اوكي. كل ده من خلاله شوبيفاي هتقدمه لنا. وبرده لو مشروع عنده خطة تطوير مستقبلي، بس في ايه؟ في نقطة المبيعات. اوكي. ايه الخلاصة في كل ده؟ الخلاصة في كل ده ان المنصتين كويسين جدا، ولكن كل واحدة ليها اهداف مختلفة حسب الكيس بتاعتك. محدش يقدر يقولك لا اروح لشوبيفاي احسن، لا اروح لووردبريس احسن. لا، ده بيكون على حسب الكيس بتاعتك. ولو طبعا مش قادر تحكم الكيس بتاعتك دي ايه الافضل ان انت تختار ده او تختار ده، فانت ممكن تسأل ناس يعني متخصصين يقدروا ان هم يجاوبوك. اوكي. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي اسئله او محتار مثلا في الكيس بتاعتك، فانت ممكن تكتب لي في الكومنت او تبعت لي على لينكد ان وهرد عليك. وبس كده، والسلام عليكم.